السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة عليّا وعليكم يا جماعة. أنا حابب أقول كلمتين وأمشي. أنا مش من الناس اللي هو هتقول لك إيه إزاي تعمل فيراري وإزاي تعمل بورش وإزاي تجيب مش عارف إيه وتجيب المليار دولار والكلام ده كله. الكلام ده كله يعني يعني إن شاء الله قدّام يعني، بس خلّيك يعني يقين إن أنت الحاجة دي مش هتيجي بالسهولة دي يعني، فاهمني؟ فناس بتطلع عينها بجد عشان تجيب الحاجات دي، أنا ناس أعرف شخصيًا يعني. أنا عارف إن الحياة في مصر صعبة جدًا، وأنا عارف إن في حاجات كتير أوي أنت موقّفاك أنت مش عارف تعملها الكلام ده كلّه. بس يعني أنا عايز أقول لك كنت أنا كده، فاهم؟ أنا كنت كده وكنت زمان كده وطلعت من الحاجات دي، فاهمني؟ أنا مش من Egypt، أنا من مصر. الكلمة يعني اللي أنا عايز أقولها لك إن أنت لازم يكون عندك هدف. يعني أنت لو ما عندكش هدف فأنت حياتك ما لهاش لازمة، فاهمني؟ مش باقول لك إن برضه إيه اللي هو أنا باعمل لك motivation ومش عارف إيه والحاجات دي، وفي الآخر أنت مكبّر دماغك، يعني اللي هو يعني تخش من هنا وتطلع من هنا، فاهم؟ براحتك يعني أنا مش خسران حاجة، فاهم؟ أنا الحمد لله يعني الحمد لله ربنا ادّاني علم إن أنا أقدر إن أنا حاجة بسيطة جدًا إن أنا أقدر إن أنا أساعدك بيها على قد ما أقدر. أنا لو بخّلت عليك بالعلم ده أو بالحاجات اللي أنا باقولها لك دي، أنا عارف إن أنت عارف الكلام ده كلّه، ما تقوليش، أنا عارف إن أنت عارف الكلام ده كلّه. بس أنا لازم أذكّر نَفْسي وأذكّرك، فاهم؟ يقول لك إيه، يعني إيه، إن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنت لازم إن أنا أفكّرك وأنت تفكّرني علشان نمشّي الأمور، فاهمني؟ فأنا جاي أفكّرك إن أنت محتاج إن أنت تبني هدف من أول وجديد. لازم توصل لهدف اللي أنت عايزه. سواء كان إيه، سواء لو كان صعب جدًا والله العظيم ما فيش حاجة مستحيلة، سبحان الله على ربنا ما فيش حاجة مستحيلة والله. من تجربتي الشخصية أنا، والله العظيم، والله العظيم ربنا ما بيسيب عبده والله. يعني أنا اتحطيت في مواقف الدنيا بُص يعني حاجات ما أنا ما أعرفش أنا عدّيت منها إزاي، بس سبحان الله والله بتوفيق ربنا والله العظيم. بس هو سبحان الله اللي خلّاني أعدّي منها. فأنا مش من جمداني ولا أي حاجة، هو كلّه من توفيق ربنا. هو لو ربنا رايد لك إن أنت تعمل كده أو تحقق الهدف ده فهو علشان أنت فعلًا بتسعى. أنت كل اللي عليك إن أنت بس تبيّن له إن أنت تعبت، إن أنت فعلًا بتعمل وإن أنت طالع عينك والكلام ده كلّه. بُص، يعني أنت لازم تعمل الحاجات دي، فاهم؟ برضه موجودة برضه في القرآن يعني وخلقنا الإنسان في كبد. فأنت طول حياتك هتفضل شقيان مش هتستريّح. يعني هتقول أنت ترتاح إمتى؟ إن شاء الله في الجنة بس. هو ده الرَد الأساسي، فاهم؟ إنما الراحة في الدنيا أنا ما أعتقدش إن في راحة في الدنيا. ما تحاولش إن أنت تبخل على نَفْسك إن أنت تتعلّم حاجات جديدة جدًا. فحاول إن أنت على قد ما تقدر إن أنت تغيّره، تحاول إن أنت تصلّح من حياتك، من أساسياتك في الحياة. وصدّقني ربنا هيوفّقك وربنا يوفقنا جميعًا. السلام عليكم.